السلام عليكم طلابنا حبايبنا في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنحل تمرين على الاعداد الحقيقيه. النهارده في الدرس بتاعنا هنعرف الاعداد النسبيه وغير النسبيه، هنعرف ازاي نطلع ان ده نسبي وده مش نسبي. يلا، هدفنا اللي احنا نفهم مش نحفظ. بسم الله. اي من الاعداد التاليه عدد نسبي وايها عدد غير نسبي. عدد نسبي يعني العدد دان صحيحان يقبلان الجسم، يعني بيقبلوا على صورة ألف ب، ألف على ب يساوي هنا 17. هتقول لي يا أستاذ ده عدد واحد، فعلا عدد واحد، بس هو بيبقى مقسوم على واحد مخفي مش باين، هو محايد ضرب الواحد ده، فانت تقسمه وتضربه وهو نفس العدد، فيطلع 17 على الواحد. تنفع يبقى نسبي، واحد ونص. واحد ونص ده نسبي ولا مش نسبي؟ نضرب تحت ونجمع فوق، واحد في اتنين باتنين، نجمع واحد يبقى 3 على الاتنين، يبقى نسبي. جذر سالب 4، جذر الأربع تربيع باتنين، والسالب يبقى -2، ده نسبي. جذر 8 تربيع ملهاش جذر، فيبقى غير نسبي. 18 يعني 3 على 10، فنسبي. الصفر ده عدد نسبي عشان بتقسم على الواحد، صفر على الواحد بصفر. 25 من 100 يعني 25 على 100، يبقى نسبي. جذر التكعيبي بسالب 49 بملعقة جذر، يبقى غير. 2 من 10 مدور، يعني 2 على 9، المدور دي هتطلع واحد من 10، يبقى نسبي. 22 على 7 نسبي. ومديهالك جذر التكعيب 25 على 36 ده غير، عشان دي ملهاش جذر تكعيبي، دي جذر تربيع. جذر التكعيبي 27 على 64 ليها 3 على 4، ف27 على 64. جذر التربيع 36 من 100 يعني 6 من 10، يعني 6 على 10، يعني نسبي، ده نسبي. العدد باي بقى غير. هيجي واحد بقى ذكي شوية يقول لي طب يا أستاذ ما باي بتساوي 22 على 7، ليه هنا اخترنا غير نسبي ولا هنا اخترنا نسبي؟ هو الحقيقة باي مش بتساوي 22 على 7. ازاي يعني يا أستاذ؟ أيوة، باي بتساوي تقريبا 22 على 7، يعني باي 22 على 7 وشوية كسور. انت فاهم؟ فهي مش 22 على 7، 22 على 7 وشوية كسور. فهنا مش مديلك ان دي باي، دي مش باي. باي بتبقى 3 14 وشوية كسور تاني، فمش هينفع تحط على صوت ألف على ب. أما هنا عادي ينفع تحط صوت ألف على ب. فالباي فعلا يعني هو لما يجي يقول لك باي بتساوي 22 على 7 عادي، بس هي مش بتساويها، بتساويها حتى لو كتبت عليها حاسب باي هتلاقيها ب3 14% وشوية كسور. خش في مسألة رقم 15. 1 زائد جذر 5 دي غير، عشان جذر 5 ملهاش فتطلع ب2 وشوية كسور، وتجمعها على الواحد يعني 3 وشوية كسور، مينفعش تحط على صوت ألف ب. النسبة الذهبية دي 1 و16 شوية كسور من 100، يعني مينفعش تحط على صوت ألف ب، يبقى غير نسبي. نخش على السؤال رقم 2. اختر الإجابة الصحيحة. جميع الأعداد التالية أعداد نسبية ما عدا. ماشي، أعداد نسبية. الخمسة دي تقبل الجسم، الخمسة دي عدد صحيح يقبل الصورة على ألف ب، اللي هو 5 على 1، يبقى ده نسبي. ماشي. جذر 4 اللي هو 2 نسبي. -7 يعني -7 على 1 نسبي. جذر 7 هو أيوة كده عشان هو الخيط بقى، وبرضه ملوش جذر تربيع. أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي. 3 على 9 نسبي،
9 × 25 جذر تربيعي، يعني تقبل 3/5. نسبي جذر 5 ملهوش. نخش مثلا نشوف الرقم التاني. جذر التكعيبي للسالب 125 -5. أي من الأعداد التالية عدد غير النسبي يقع بين 3 و 4. هنعمل ايه عشان نشوف العدد غير النسبي اللي يقع بينهم؟ هنربع الأربعة دي اللي هي هنربع الأربعة دي، ناخد الجذر بتاعها جذر 16. بعد كده التلاتة اللي هي جذر 9. يعني ماشي، نشوف العدد اللي بينهم. جذر 16 وجذر 9، جذر 11 هو اللي واقع بينهم. أي من الأعداد التالية عدد غير النسبي يقع بين 3 و2. هنعمل برضه نفس الكلام. جذر 9 وتربيع 3 وجذر 4 اللي هو تربيع 2. 2.5 من 9، يعني 2.5 على 9. العدد ترجع بينهم. 2 في 3 ب6 زائد 1 7 على 3 مش بترجع بينهم. ده عدد نسبي أصلا، ده نسبي. جذر تربيع 6.25%. تيجي تكتب على الآلة الحاسبة بتاعتك هتلاقيها عدد نسبي. جذر التكعيبي 9. اختار الباقي. العدد غير النسبي المحسوب بين -2 و1. هربع للسالب 2 تبقى جذر 4. -1 جذر 1. عدد من جذر 4 وجذر 1. -3 الجذر بتاعها -9، يبقى غلط. ماشي، ده عدد نسبي. -1.5 يعني -3 على 2، ده نسبي. جذر 3 ماشي. جذر 3 تطلع معاك هو غير نسبي، بس احنا مش هنختار ليه؟ عشان السالب اللي هنا ده هتطلع معاك يعني ب1.76 سالب، وهنا لأ، هنا موجب، هنا موجب. تمام. جذر 2 أيوه هو ده، عشان بين جذر 1 وجذر 4. ماشي. إذا كان إكس ينتمي لذات اللي هي الأعداد الصحيحة، 1 زائد إكس أكبر من جذر 29 وإكس أقل من جذر 29، فما قيمة إكس؟ إحنا ممكن نعملها نعوض عن إكس. مثلا لو قلنا إكس ب4 يبقى إكس زائد 1 ب5، هنا ب5 وهنا ب4. هنربع الأربعة 5 هتبقى جذر 25. هل جذر 25 أكبر من جذر 29؟ يبقى غلط، مش ب4. ناخد 5 زائد 1 ب6. هربع 6 و6 جذر 36 أكبر من 29 صح؟ شوف طيب. ناخد 5 دي ونربعها هتبقى جذر 25. جذر 25 أقل من جذر 29، وجذر 36 أكبر من جذر 29، يبقى صح، يبقى قيمة إكس 5. إذا كان B أكبر من جذر 3 و A أقل من جذر 3، فإن نقط بيساوي A و B. هنا نعوض. مثلا لو قلنا 4 يبقى جذر 16 كده صح. فعلا B أكبر من جذر 3، جذر 16 أكبر من جذر 3. 2 اللي هي A جذر 4، يبقى غلط. جذر 4 أقل أكبر، أنا آسف، من جذر 3. شوف اللي بعديها، ما دي 2 نفس الكلام اللي كان فاتت، فغلط من غير ما تحاول. شوف دي 1 جذر 1 فعلا ده أقل من جذر 3. و2 احنا قلنا جذر 4 يبقى صح، أكبر من جذر 3. إذا كان أنا آسف، إذا كان 2 أكبر من جذر n وجذر n أكبر من 1، فأي مما يلي قيمة محتملة لعدد n. ماشي. 2 دي هناخد الجذر بتاعها ونربعها، ناخد الجذر يعني 4. 1 دي جذر 1، عدد بين جذر 1 وجذر 4. لو قلنا 1 هو هنا بقى هتحط العدد ده هنا وما تربع، يعني 1 جذر 1 ده بيساوي جذر 1، يبقى غلط. 2 أيوة فعلا جذر 2، لو حطيت جذر 2 بين جذر 1 وجذر 4 يبقى فعلا صح. آسف. العددان الصحيحان المتتاليان اللذان ينحصر بينهما العدد جذر 17 هما
ماشي، انت تعمل نفس الكلام في اللي فاتت. نبدأ بأقل حاجة، 5 نربعها جذر 25، والأربعة هنربعها جذر 16. ماشي، جذر 17 بين جذر 16 وجذر 25 يبقى صح. ما تقدير العدد جذر 41 لأقرب عدد صحيح، نعمل نفس الكلام. هنربع دي تبقى جذر 36، هنربع 7 جذر 49. ماشي، جذر 41 أقرب لمين؟ أقرب ل36 يبقى 6. وممكن تعملها بالآلة الحاسبة بتاعتك، تكتب شيفت مود اف اي اكس هتلاقيها، بعد كده تدوسها هتلاقيها من 0 لحد 9. انت تدوس 0 بعد كده تكتب جذر 41 تلاقيها طلعت معاك ب6. ما تقدير العدد جذر تكعيبي ل25 لأقرب عدد صحيح. ممكن تعملها بالآلة الحاسبة بتاعتك، جذر تكعيبي ل25 تفعل مود ال FIX هتلاقيها طلعت معاك ب3. هي من الأعداد التالية تمص المرتكزة على خط الأعداد التالية. هنا كده بين 9 إلى 10. تمام، 9 إلى 10 يعني بين جذر 100 وجذر 81، لو تربيع 10 وتربيع 9. ماشي، هي دي 81 يعني هي بينهم مش تساويهم، وهنا دي أقل منهم، دي 86 و96. تختار يا هما الاتنين بينهم صح، بس اللي أقرب ل10 اللي أقرب للجذر 100 اللي هي جذر 96. فهمت؟ إذا كان إكس وواي عددين صحيحين متتاليين فما قيمة إكس زائد واي. ماشي، واي وإكس جذر 57 دي بينهم هما عددين صحيحين متتاليين. يعني لو قلنا جذر 57، نبدأ مثلا نقول إن الإكس ب7، يعني جذر الإكس ب7 اللي هو ب49، جذر الواي ب8 اللي هو جذر 64. وفعلا بيناتهم يعني جذر 49 بين جذر 57 جذر 64. ماشي، احنا قلنا الإكس ب7 والواي بكام؟ قلنا ب8، فنجمع 7 زائد 8 ب15. واللي مثلا انت مش هتعرف تعوض هتعمل ايه؟ هتشوف جذر 57 هتقول أقرب عدد بعديه اللي هو، هتقعد تعمل جذر 60 مفيش عدد ليه جذر. طب 64 أيوة 8. شوف بقى اللي قبليه، مثلا جذرية اللي قبليه أقرب حاجة اللي هي 49 لا جذر أيوة 7. فهمت؟ هي كده. ضع في كل مربع أحد الرموز أقل أو أكبر أو يساوي تكون العبارة صحيحة. بسم الله. جذر 7.3. ماشي، عشان نحلها زي كده ده غير نسبي وده نسبي، هنربع النسبي وناخد الجذر، يعني جذر 9. جذر 9 أكبر من جذر 7. جذر التكعيبي لل9 ونقعد جذر ال4. ماشي، ده تكعيبي وده تربيع، نعمل ايه؟ نفك ده نربع ده ب2 فنكعب وناخد الجذر، يعني جذر تكعيبي لل2 8. جذر 8 تكعيب أقل من جذر 9 تكعيب. جذر التكعيب ل25 نقط جذر التربيع لل9، هنعمل نفس الكلام. 9 جذر التربيع بتاعها 3 ونكعبها جذر التكعيبي ل27. جذر التكعيبي 27 أكبر من جذر التكعيبي ل25. -3 نقعد سالب جذر 10. هنعمل ايه؟ نحط السالب هنا ونعمل كده -9. أيوة التربيع بتاعها سالب جذر 10 وسالب جذر 9، مين الأكبر؟ كله هيقول أكبر صح؟ غلط أظن، يعني سالب جذر 9 أكبر من سالب جذر 10. ليه؟ احنا في السوالب بتبقى العكس، اللي هو مثلا سالب 1 تبقى أكبر من -2. تفاهم؟ هي نفس الكلام هنا. ماشي، جذر 13 تربيع
ماشي. عشان ملحقتش تكتب يعني. قلنا جذر 27، وهنا قلنا 9، جذر 13 و3 5 من 10. تعمل كده 3 و5 من 10 تربيع، تلاقيها ب12 و25%. تاخد الجذر بتاعها تلاقيها 12 25%، أقل من جذر 13. سالب 2 و6 من 10 نقط سالب جذر 7. ماشي. سالب 2 و6 من 10 تربع 2 و6 من 10 الحاسبة بتاعتك، طلعت معاك ب6 و76%. يعني سالب جذر 6 و76%. هتقول نفس الكلام برضه. فاهمني؟ ما لسه حالين، متبقاش متخلف، تبقى السوالب. خد بالك السالب ده بعيد عن الجذر، السالب يبقى هنا. فاهم؟ موضوع الجذر ما ينفعش اصلا عشان ده تربيع. 4 نقط 1 زائد جذر 5 دي هنا. لو بعدين هنربعها هتلاقيها جذر 16. ماشي. 1 زائد جذر 5 ممكن تعملها بالحاسبة، تكتب جذر 16، جذر التربيع ل 16. كده تختار اس دي. تعمل كده، اقصد جذر التربيع ل5 زائد 1. هتلاقيها بعد كده تدوس اس دي، تلاقيها طلعت معاك ب3 وكسور، يعني الأربعة هي الأربعة. ماشي. خش في المسألة اللي بعديها. رتب الأعداد من الأصغر للأكبر. 6 و36 مضروب، يعني 36 لما لا نهاية. تقول تكتب 36 أنا آسف، يعني تكتب 6 و36 من 100 لما لا نهاية. تقول تكتب 6 و36 من 100 لما لا نهاية. و6 في 4 على 5 لا حاسبة، تكتب 6 في 4 على 5 معاك ب24 على 5. اس دي يعني 4.8 من 10. 4.8 من 10. اللي بعديها 7 عادية، 7 زي ما هي. بعد كده جذر 40، اكتب على حسب جذر تربيعي 40، هتلاقيها ب6 و32 من 100. 6 و32 من 100 يعني الأصغر واحد. بعد كده 6 32، 6 36 7، يعني هنا 1 هنا 2 هنا 3 وهنا أكبر حاجة. أنا آسف، -3 في 2 على 5. طلوع معلقة حاسبة، بس هو عايز العكس بقى، هنا من الأكبر للأصغر. طلوع -3 في 2 على 5، طلعت معاك ب6 على 5 اللي هي ب1.2 من 10. أول حاجة -1.2 من 10. تاني حاجة جذر التكعيبي لل30 ل-30، جذر التكعيبي لل-30. طلعت معاك ب-3 و10 من 100. -3 على 7 زي ما هي. -3 7 من 10 أنا آسف. وسالب جذر 13، تكتب لها حاسبة 13 الجذر بتاعها التربيع 63 من 100. -63 من 100. ماشي. أكبر حاجة أصغر حاجة أنا آسف ده. بعد كده 3.7 من 10 اللي هو لا أنا آسف، والحاجة 63 من 100 دي أصغر حاجة. أكبر حاجة آسف وعايز هنا من الأكبر للأصغر، يعني أكبر حاجة -1.2 من 10. تمام. بعد كده الأكبر منه اللي هو أصغر منه بشوية اللي هو دي 3 100 دي 70 دي 60.
ماشي، بظهر حاجة بعديه 63%، كده 73%. بعد كده 300 من 1000. 1.2 هنا في السوالب بقى. في السوالب احنا بنعكس، اما لو كان موجب يعني كنا هنختار 300 من 1000 وكده، فاهم؟ يبقى هنا أول حاجة دي هنا ده 1، ده أكبر حاجة. بعد كده ضربة اللي هو بعد كده 3.7 اللي هو 3 وسالب جذر 13 اللي هو الاتنين. ماشي، نخش في البعض. إذا كان نو إن عدد صحيحا فوجد قيمة إن في كل من حالات الآلية. 1 زائد إن أكبر من جذر 2 وإن أقل من جذر 2. ماشي، 1 زائد إن أكبر من جذر 2 وإن أصغر من جذر 2. ماشي، جذر 2 دي مانية الواحد والاتنين اللي هو جذر 4 جذر 1، يعني إن هتبقى بواحد. أيوه صح كده، إن بواحد. اسمع الأذان ونيجي بعد ما الأذان يخلص. نخش على السؤال اللي بعدين. 1 زائد إن أكبر من جذر التربيع ل119 أكبر من إن. ماشي، إيه العدد الصحيح اللي بعد 119 ينفع ناخد جذر تربيع ليه؟ 11. 11 جذر التربيع بتاعها 121. يبقى الإن بكام؟ 11 ناقص 1 ب10. أنا آسف بس صوت الموتوسيكلات وكل حاجة، معلش والله احنا قاعدين في شارع عموما مصر. ماشي، نخش مثلا بعدين. 1 زائد إن أكبر من جذر التكعيبي للست، واخد بالك؟ جذر تكعيبي. ماشي، أكبر من إن، فهنعمل إيه؟ هنقول عدد ياخد جذر تكعيبي أكبر من الست اللي هو 8. ينفع جذر تكعيبي ليه؟ اللي هو 2، يعني 2 يعني إن زائد 1 بيساوي 2. فإن إن بكام؟ بواحد، كان ناقص 1. 1 زائد إن أكبر من جذر التكعيبي ل35 يا منطقة السالب هنا، يعني جذر تكعيبي ل35 عدد أكبر من جذر 35 تكعيب اللي هو 64، يعني إن زائد 1 بيساوي 64. إن ناقص 1 ب3 اللي هي 27. 1 زائد إن أكبر من جذر التكعيبي للسالب 70. يعني ده سالب 70. ماشي، عدد بياخد جذر تكعيبي أكبر من أكبر من 70. يعني نشوف ايه هو. ماشي، هنا هي مختلفة شوية لو تاخد بالك. هنا بقى دي بالسالب، فيعني عايزين بقى هنا الأكبر بقى هيبقى أصغر من السالب 70، هيبقى أصغر من ناحية اللي هو هيبقى سالب حاجة 60 مثلا، سالب حاجة 50، فاهم؟ بس هي معناها أكبر، بس تقصد أنا أقصد هنا أصغر من 70. رب تكون فاهمني. يعني جذر اقبل تكعيبي أصغر من 70 اللي هو 4 أو سالب 4، فاهمني؟ يعني هنا سالب 4. ماشي، 1 زائد إن بيساوي سالب 4. بما إن بقى بتساوي سالب 4 زائد ناقص 1 يعني سالب 5. خش على اللي بعده. أوجد عددين صحيحين متتاليين يجرى بينهما كل عدد من الأعداد العادية وعين موقعها التقريبي على خط الأعداد. جذر 5 احنا قلنا تيجي بينها جذر الاتنين اللي هي 4، جذر 3 اللي هي 9، يعني 3 و2. جذر 13 اللي بعديه 16، يعني 4 واللي قبليه 3 اللي هو 9. سالب جذر 11، هنا في سالب هنا في سالب يعني بيناته. ماشي، سالب جذر 11 تبقى 4 و3، سالب 4 وسالب 3، يعني هنا تبقى هنا السالب 3 وهنا السالب 4. تعكس عشان السوالب. جذر التكعيبي 14 تكعيبي. ماشي، احنا عندنا 3 عندنا 27، يعني 3 والاتنين ب8. جذر التكعيبي للسالب 5 وهنا سالب كمان. ماشي، 1 و2، 1 ب1 جذر التكعيبي ليه الأس التكعيبي ليه والاتنين الأس التكعيبي ليها 8. 1 و2، فنكتب هنا سالب 2 وهنا سالب 1 عشان السواد. تمام، نشوف المسألة اللي بعدين.
قام كل من حمزة وياسر بالإجابة على السؤال التالي. وجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما العدد غير النسبي سالب جذر 5. حل حمزة كان بيقول 4 5 أكبر منا و9 أكبر منا، فخد الجذر وحل. ماشي، طيب دي صح. سالب 4 أكبر من سالب 5 أصغر من سالب 9، ودي صح. بس بقى هو بيقول لك يا سالب أنا آسف، هنا سالب جذر 5، فدي غلط. حل أسهل ولا صح؟ عشان السوالب هو خدها فعلا من السوالب، يعني خد سالب 4 من سالب 5 أكبر من سالب 9، كده خد الجذر، عوض في الجذر وطلع النواتج. ماشي تمام. حديقة مربعة الشكل مساحتها 403 متر مربع. يريد حسين أن يحيطها بسياج قدر طول ضلع هذا السياج. احنا ممكن نعمل ايه؟ حل بالآلة الحاسبة. لو قلتلك تدوس مود شيفت مود FIX وتدوس صفر، تعمل ايه بقى؟ هتاخد جذر تربيع 403 تطلع معاك ب20. فهمت؟ طريقة بسيطة وسهلة عشان يعني تختصر وقت في اللجنة. نخش في السؤال اللي بعدين. اختار الإجابة الصحيحة. ماشي. كيو اتحاد كيو شرط، يعني الأعداد النسبية اتحاد الأعداد الغير نسبية أعداد حقيقية اللي هي كيو تقاطع كيو شرطة فاي مفيش حاجة. كيو شرطة نقط اللي هي أعداد حقيقية وأعداد نسبية. أعداد نسبية جزئية من الأعداد الحقيقية. طب ليه مش ينتمي؟ يعني ايه ينتمي؟ ينتمي يعني مثلا عنصر موجود في مجموعة، فمثلا لو قلنا 3 نقط مجموعة 2 و3 فدي تنتمي. اما لو قلنا مجموعة 2 و3 نقط مجموعة 4 و2 و3 جزئية، عشان مجموعة جزء من مجموعة، مجموعات جزئيات احفظها كده. ماشي. كيو نقط هذا حقيقة جزئية نفس الكلام. ماشي. نشوف اللي بعد. تعرف المربع الخالي رمز مناسبة من رمزين ينتمي أو لا ينتمي. ذات دي الأعداد الصحيحة. ماشي. -3 تنتمي للأعداد الصحيحة. ماشي. هنا -8 بس القوسين دول أو مش القوسين، هنا معناه بيتراك السالب، فده 8 عدد طبيعي ينتمي. كيو 3/10 نسبي ينتمي. كيو شرطة 52/9 مش تنتمي، عشان ده مش نسبي، ده عدد نسبي. هو بيقول لك يعني ده عدد مش نسبي، لا هو عدد نسبي. ماشي. عدد حقيقية كله بينتمي، بس ما تتخدعش في حاجة مش بتنتمي. ايوه ممكن نجيبها لك. ذات عدد صحية مفيش كسور فلا ينتمي. كيو عدد نسبية وده مش نسبي فلا ينتمي. هنا بقى المصيبة كله يقول لك ينتمي عشان ده حقيقي. لا هنا بقى مفيش حاجة اسمها جذر تربيع والسالب جوه القوس جوه الجذر، أنا آسف. فهنا لا ينتمي، تاخدها بإذن الله حاجة اسمها الأعداد غير الحقيقية. اكتب جميع المجموعات الممكنة من المجموعات الأعداد وكيو زد تنتمي إليها كل من الأعداد الآتية. جذر 7 ينتمي إليها الأعداد الحقيقية. ماشي. وينتمي إليها الأعداد غير الحقيقية الأعداد غير النسبية كيو شرط. جذر التربيع 49 اللي هي 7. فكل دول ينتمي لها ما عدا الكيو شرط اللي هي الغير النسبية. ماشي. يعني ده وده 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 31 وده 30/9 يعني ينتمي لها الآر وينتمي لها الكيو بس. جذر التكعيبي -8/27 هتطلع معاك -2/3 تنتمي للكيو والآر. تمام. ده احنا نكون خلصنا الحل في أول جزء. اكتبوا لنا كومنت جميل كده زيكم عشان نستمر في تنزيل الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.